النائب أزيد بادي عن حركة وفاء وعضو الائتلاف النيابي سيادة الشعب. أهلا وسهلا سيد النائب. شكرا ومرحبا بكل المستمعين. مرحبا بك. الائتلاف هذا باش يولي كتلة؟ هو ائتلاف أفضل من كتلة، باعتبار أن الائتلاف يبقى مفتوح لكل المجموعات والمستقلين الذين لا يريدون الانضواء في كتلة إدارية بالمعنى تنظيم النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. طيب خلينا على باج من 6 ل 7 موزايك فان. سي أزيد بادي، التوافقات قاعدة تجري. حركة النهضة تعلن رسميا تراجعها عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي باستثناء الفصل 106 من النظام الداخلي، والائتلاف النيابي سيادة الشعب يقول احنا غير ملزمين بهذه المراجعات وهذه التنقيحات. يقول سي هيثم بالقاسم رئيس كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وأنه خلي تجينا هذه المقترحات سندرسها داخل اللجنة فيما معناه لكل حادث حديث بعد. لماذا تعارضون هذه التعديلات أو هذه التراجعات عن التعديلات التي أدخلتموها سابقا، وفي حين وأنها قد تكون عنصر توافق بين مختلف الأطراف المختلفة في المجلس؟ نعم، سأتحدث بداية عن أسباب رفضنا للرجوع في هذه التنقيحات لأعرج على ما طرحتموه من أن قد تكون وسيلة للوفاق والتوافق، وهذه الكلمة السحرية التي أصبحنا نسمعها في كل تقريبا المنابر وفي كل وسائل الإعلام. نعم. بالنسبة لرفضنا للرجوع عن التنقيحات، السبب الرئيسي في اعتمادنا تنقيح الفصلين 36 و 79 من النظام الداخلي هو ما يريده كل الفرقاء السياسيين بدون استثناء. نقصد التسريع في الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية، الذهاب إلى الانتخابات وغلق قوس المسار الانتقالي المعطل منذ أشهر. بماذا؟ بأن نحصن المجلس الوطني التأسيسي أولا من كل عملية أو محاولة تعليق من قبل رئاسته، ونعلم أن السيد مصطفى بن جعفر خالف القانون وعلق الأعمال المجلس الوطني التأسيسي بقطع النظر على موقف النواب والكتل داخله، وكان ذلك قرار سياسي بامتياز. ثانيا أن نحصن المجلس من كل محاولات الغياب بالانسحاب أو التعليق، وشاهدنا عملية تعطيل لأعمال المجلس الوطني التأسيسي مخالفا بذلك لمبدأ استمرارية الدولة. توافقت به التعليق أزاد؟ نعم، توافقت به التعطيل. نحن أردنا التعطيل كان من الأول. لا، من الأول هذا توجهوه كيف كان وشكون كان يعطل وكذا، هذا مسألة معناها الجلسات تبث على المباشر ويعلم الشعب التونسي من كان يعطل ومن كان يريد الذهاب إلى ما نفهمه كلامك واضح وموقفكم واضح وقلنا قبل وعدينا قبل ومعلوم. ما نفهمه هو أنه مجرد انتقام كما يقول النواب المنسحبون المعالقون الآن لأشغالهم، أنه انتقام لانسحابهم، انتقام من النواب اللي قعدوا ما انسحبوش. معناها يكون الانتقام حسب رأيهم بأن نجبر النواب على الحضور للجلسات العامة، بأن نجبر النواب على الانتهاء من الأعمال التأسيسية التشريعية حتى ننتهي من هذه المرحلة الانتقالية. ننتقم من النواب إذا نقحنا الفصلين بما هو استمرار لعمل المجلس الوطني التأسيسي. من يقول أن هذا انتقام نرد عليه فنقول أن هناك نية للانسحاب من المجلس الوطني التأسيسي بعد الانتهاء من الدستور، أنه يراد أن يكون الانسحاب والتعليق والغياب سلاحا لدى هؤلاء حتى يستعملوه كلما لم يرتضوا شيئا معينا. يتحدث الجميع. أمس انسحبتم عندما لم يرضيكم خطاب سيد وزير العدل، انسحبتم من الجلسة. أنتم مارستم. لم نعطل أعمال المجلس، لم نعطل العمل حتى هم انسحبوا قعدوا تخدموا في قوانين. سامحني سيدي. لم يرد السيد مصطفى بن جعفر أن يعود عمل المجلس الوطني التأسيسي لأكثر من شهرين. يتحدث قلت الجميع على التوافق اليوم، لكأن ائتلاف سيادة الشعب أو النواب المضوين تحته يعطلون هذا التوافق. خليني أقول لك ما لم يقل في وسائل الإعلام وما أراد السيد مصطفى بن جعفر وكل من رئيس كتلة حركة النهضة التكتل والكتلة الديمقراطية أن يخفوه على الشعب التونسي. التوافق المزعوم الذي يتحدثون عنه عقدت صفقات في غرف مغلقة. خلينا نتكلم معنا بكل وضوح وبكل صراحة وبشكل مباشر. ما معنى صفقات؟ نعم، السيد مصطفى بن جعفر دعا السيد صاحبي عتيق والسيد المولد الرياحي والسيد محمد الحامدي إلى اجتماعين عقد في يومين بعيدا عن وسائل الإعلام، وقال السيد مصطفى بن جعفر بكل صراحة قال يجب أن نعقد هذا الاجتماع في المجلس الدستوري لا في المجلس الوطني التأسيسي، حتى لا يحضره وسائل الإعلام وحتى لا تخرج هذه الصفقات، لا أقول التوافقات،
للشعب التونسي. أقصي من ذلك بقية النواب، لكأن التوافق يخص فقط الصفقة التي يجب أن تعقد بين حركة النهضة وحليفها في الحكم التكتل والمعارضة في إطار إيجاد حل للخروج من الأزمة. ما هي الصفقة؟ هذه هي الصفقة، خروج من أزمة تنقيح النظام الداخلي. سماه الصحفي عتيق في المؤتمر الصحفي التراجع أو تخلي حركة النهضة عن هذه التنقيحات. لو كان هؤلاء الأطراف يريدون التوافق بالفعل. أزاد فقط للمسألة معناها نعم. مصطلحات معناها عندما نقول صفقة وأنه صار معناها صفقة معناها أنا أعطيك حاجة وأنت فوالا بعت وشريت وفي الوسط فما ثمن معناها نعم. دفع. نعم. من دفع الثمن؟ بيع وشراء هو أنه وما هو الثمن؟ تتخلى حركة النهضة عن التنقيحات. في المقابل يعود النواب المنسحبون إلى المجلس الوطني التأسيسي في إطار تنفيذ أجندة الحوار الوطني بما هي قرارات منزلة. وهذا تجلى. تسمونه صفقة هذا؟ نعم. تسمونه صفقة؟ نعم، هي الصفقة بعينها، باعتبار إذا لم تكن هذه صفقة لماذا لم يحضر وسائل الإعلام أو لم يقع إطلاع أو إعلام السادة الإعلاميين داخل المجلس بذلك؟ لماذا وقع إخفاء هذا الاجتماع على الشعب التونسي كافة؟ ولماذا وقع إقصاء بقية الأطراف؟ نعلم أن المجلس الوطني التأسيسي لمدة 4 أشهر في المسائل الجوهرية يقع دعوة رؤساء الكتل، رؤساء المجموعات وممثلين عن النواب المستقلين وغير منتمين للكتل. هذا لم يحدث وعقدت هذه الصفقة، وتجلى ذلك واضحا اليوم في اجتماع لجنة النظام الداخلي. أنت كنت حاضر اليوم؟ كنت حاضرا. نعم. وكانت مسرحية سخيفة، كانت مهزلة بأتم معنى الكلمة. جاء النواب يريدون فقط، سمعت البعض يتحدث على أن هناك مقترحات وقع تقديمها، لم يقع تقديم أي مقترح، فقط أراد النواب الحاضرون أن يقع التراجع أو التخلي عن تنقيح الفصلين 36 و 79 والحفاظ على الفصل 106 الذي ورد من الحوار الوطني. فقط أنا نحب نرد على من يقولون أننا نعطل الحوار الوطني. نحن صدقنا على الفصل 106 الذي جاء من الحوار الوطني، صدقنا على تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي جاء من الحوار الوطني. أقول أنا من يعطل الحوار الوطني. سأعود على مسألة التعطيل الوطني ذاتها. نعم. سأعود إلى أو على هذه النقطة. سيد محمد الحامدي، وفور خروج اليوم من اللجنة اللي قلت أنت مسرحية، هاو شنو قال في سؤال على تمسك ائتلاف سيادة الشعب المتكون من حركة وفاء والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب أيضا التيار الديمقراطي وبعض المستقلين. هاو شنو قال سي محمد الحامدي؟ نواب ائتلاف المسمى ائتلاف سيادة الشعب ماذا بين يكونوا ضمن التوافق، واحنا ما طارحين عليهم الا توافقات في تقديرنا تخدم المصلحة الوطنية. اختاروا انهم يكونوا خارجها واختاروا انهم يكونوا ضدها، هم احرار يعني هذه تقديراتهم السياسية، لكن انا نقول هذا ماهوش مفيد سياسيا للبلاد ولا مفيد سياسيا للهم، لان اذا توافقت مجموعة من الكتل الرئيسية على ان الامر هذا فيه مصلحة سياسية للبلاد سيقع تمريره، مع ان سيجعلوا هم انفسهم في عزلة ويبينوا فعلا كأن الائتلاف هذا قائم اساسا لمناهضة الحوار الوطني ولمناهضة عقلية البحث عن التوافقات. غير مفيد لكم، سيجعلكم في عزلة مجرد أول معارضة التخلي عن هذه التنقيحات باش يخرجكم في صورة وكأنكم المناهضين للحوار الوطني وللتوافق. نعم، أجيب على مرحلتين. أقول أن السيد محمد الحامدي وكتلته وحزبه كان من ضمن الأقلية داخل المجلس الوطني التأسيسي عندما لم تكن هناك توافقات، وكانوا معارضون أشداء لأنهم أرادوا البحث على الديمقراطية التشاركية عوض الديمقراطية العددية. اليوم عندما تحالفت حركة النهضة مع أعداء الأمس وأصبح ائتلاف سيادة الشعب الأقلية داخل المجلس الوطني التأسيسي، أصبح لا يقع إشراكه في الوفاقات ويقع إقصاؤه. ويقول السيد محمد الحامدي أن هذا الائتلاف سيكون معزولا. لا ندري كيف تنقلب الموازين، ومن كانوا يتحدثون عن الديمقراطية التشاركية يتحدثون اليوم عن الديمقراطية العددية. بالنسبة للحوار الوطني أنا كنت أتحدث على أننا أعطينا المثل أننا لا نعارض لأجل المعارضة، ولكن فقط دعني أقول أن الحوار الوطني قد فشل اليوم، وأن أطراف الحوار الوطني تعوزها الشجاعة والجرأة لتخرج للشعب التونسي وتقول له يا شعبنا الكريم، ضيعنا عنكم 4 أشهر ونحن في ماراثون من الحوارات والمشاورات، خرجنا بخفي حنين. نحب نقول لكم أنه قرار المحكمة الإدارية
الذي عطل أعمال لجنة الفرز. لجنة الفرز عندما وقع تنقيح القانون جاءنا من الحوار الوطني ذاته، فالمحكمة الإدارية في الحقيقة لم تعطل أعمال مجلس الوطني التأسيسي وإنما توافقات الحوار الوطني. أقول أن أطراف الحوار الوطني في الكواليس اليوم والذي لا يخرج للشعب التونسي يقولون أن الحوار الوطني قد فشل، يقولون أو يعدون إلى مرحلة انتقالية ثالثة قد تدوم سنتين. هؤلاء الأطراف يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية عوض حكومة التكنوقراط. تم نفيها هذه من كل الجهات، تم نفيها. هذا ما سيكتشفه الشعب بعد أيام قليلة، لأن الحوار الوطني كما قلت لك قد فشل فعلا، وأن هذه حكومة التكنوقراط والشخصية الوطنية يريد الأطراف الدخول في ماراثون جديد من المشاورات من أجل اختيار رئيس الحكومة. هذا يعمل لمصلحتكم؟ أنا أقول أن 4 أشهر هذا يعمل لمصلحتكم سيد زادبادي؟ هذا إهدار لوقت الشعب التونسي. كنا نأمل لو أننا اتجهنا رأسا إلى الانتهاء من الدستور وهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي لما كنا اليوم نعد بالفعل الانتخابات، ولما كنا على قاب قوسين وأدنى من غلق هذا القوس، قوس المراحل الانتقالية. خلينا نقول لك على السيناريو الثالث اللي هو ربما يكون أخطر. تصريحات بعض الزعماء الأمريكيين اليوم والذين يقولون أن أمريكا مستعدة لمساعدة تونس في حربها على الإرهاب، ونعلم ماذا يقصد الأمريكان عندما يقولون أنهم مستعدون لمساعدة أي بلد على الحرب على الإرهاب. سيناريوهات بالفعل مخيفة. النخبة السياسية بأنانيتها ليست أول مرة أنه الأمريكا تقول هذا الكلام معناها حول مساعدة تونس على الأقل، وزيارات ليست هذه الزيارة الأولى ولم يحدث شيء. لا، لم تكن هناك أحداث إرهابية في تونس، لم تكن هناك تفجيرات بن علي بن خليفة، كانت أحداث معزولة. كانت أحداث معزولة. أما اليوم تتتالى الأحداث وتتتالى المؤشرات على أن هناك بالفعل مخطط إرهابي، وتونس صنفت أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية وتريد تطبيق قانون الإرهاب، ونعلم تبعات هذا التصنيف وتبعات هذا التطبيق. سيد عبد الرؤوف العايدي رئيس حركة وفاء اللي أنت تنتمي لها قال وطالب بالمصالحة مع تيار أنصار الشريعة والحوار معه وتشكيل لجنة من المجلس الحوار مع المشايخ. هل تعتبرون اليوم وما زلتم تعتبرون أنه ربما أقصى اليمين المتشددون هم بالنسبة لكم خزان انتخابي؟ لا، نعلم أن أقصى اليمين لا يؤمن أصلا بالانتخابات ويدعو إلى دولة الخلافة، وبالتالي لا يؤمن بصندوق الاقتراع، وبالتالي يمكن أن يكون خزان انتخابي. أنا كل ما نفهم في كل خطاب سياسي، نعم. كل خطاب سياسي نعرف أنه موجه إلى ناخبين، موجه إلى فئة من المواطنين التوانسة لترغيبهم ولا كذا في التصويت لصالح حزب ما غدا في انتخابات. هذا ايش نفهم وقت يقول لي واحد أني عندي حزب ونعم في السياسة؟ هذا ايش نفهم؟ يوجه أيضا الخطاب السياسي للمصلحة الوطنية، ويوجه أيضا لحقن دماء التونسيين، ونحن نعلم المصلحة الوطنية في حين أن الناس تتحاور اليوم وانتم تقولوا نحن ضد هذا الحوار. قلتوا نحن ضد هذا الحوار وعبرتم على معارضتكم التامة، لا الدخول فيه ولا التوقيع عليه ولا المشاركة فيه ولا المساهمة فيه ولا في معناها تطبيق ولا تنفيذ ولا ترجمة نتائجه. لا أبو بكر، هذه خلينا نكون واضحين فيها، لأنه هذه مسألة بسيطة ولكن تستعمله بعض الأطراف كشماعة، وأنه رفضنا للدخول في الحوار الوطني سيعطل الحوار الوطني. احنا العدد ائتلاف سيادة الشعب 36 نائبا لم يدخل الحوار الوطني ولم يوقع على خريطة الطريق، ولكن عدديا لا يستطيع هؤلاء النواب تعطيل المسار الانتقالي ولا يستطيعون إيقاف توافقات الحوار الوطني. إذن المسألة ليست عددية. الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لها الأغلبية المريحة داخل مجلس الوطني التأسيسي لتمرير ما تريد عدديا، ولذلك أقول أن أطراف الحوار الوطني ذاته هي من تعطل الحوار الوطني. نحن لا نستطيع أن نعطل باعتبار وأننا في التصويت لا يمكن لنا أن في قيمتنا العددية لا يمكن لنا أن نعطل توافقات الحوار الوطني. ما على هؤلاء الأطراف إلا تمرير توافقاتهم إلى الجلسة العامة وأن يصوتوا عليه ويصدقوا عليه، ولهم الأغلبية المريحة سواء كانت قوانين عادية أو قوانين أساسية. فرجاء كفوا عن جعل ائتلاف سيادة الشعب الشماعة التي تعلقون عليها تعطيل الحوار الوطني. كيف يمكن الحوار مع ناس يحملوا سلاح وانت ما تعرفهمش لوين لشكونهم؟ كيف يمكن الحوار معهم؟ إذا كان كيف يمكن الحوار مع أناس يحملوا سلاح ما تعرفهمش انت وين وكيفاش؟ وشكونهم؟ أنصار الشريعة عندما صنفت كحركة أو كمنظمة إرهابية، هذه ناس معلومة، هذه ناس معروفة، هذه ناس عندها زعماء وعندها مشايخ وعندها إلى آخره.
الناس هذه تقول لك وأني الإرهاب الذي يحدث في تونس لست أنا المسؤول عنه. هناك أطراف، هناك أجنبية، هناك عناصر مخابراتية، وهناك أيضا داخل هذا التيار ذاته اختراقات. نحن ماذا نقول؟ نقول أن نستمع إلى هؤلاء الأطراف، أن نحاول أن ندير حوارا معهم، أن تجتمع الناس كل تدعو الحوار. هؤلاء تونسيون أيضا نستمع لهم، هم مستعدون لذلك. يبقى على الطرف الثاني أي الحكومة أن تمد يدها لفئة من الشعب التونسي. كيفاش انسان في الجبل كيفاش تنجم تحاول؟ لا، الانسان اللي في الجبل هذاك، والانسان اللي تشد، والانسان اللي رفع السلاح، نحن مع تطبيق القانون، ونحن مع الصرامة في تطبيق القانون، ولكن نحن أيضا مع عدم التعامل أو عدم الانتقام الجماعي من فئة كاملة أو من تيار كامل. هم لم يقع التحاور معهم، لم يقع الاستماع لهم. بالنسبة لي من يحمل السلاح، بالنسبة لي من يسفك دماء التونسيين، بطبيعة الحال نحن مع أن نكون صارمين في التعامل مع هؤلاء الأطراف. سيد عبد الرؤوف العايدي معروف أنه قريب من هذا التيار، وكان قبل حتى في المحاماة معنا كان يدافع عليهم، والآن أيضا يحضر حتى اجتماعاتهم أحيانا ومؤتمراتهم، ودعي في أكثر من مناسبة. لماذا لا يبدأ هو الآن الحوار معهم؟ هل هناك اتصالات معهم؟ لا، احنا هو ما طرحه الاستاذ عبد الرؤوف العايدي هو اولا قريب منهم. هو دافع عن فئة وقع تسليط استبداد عليه في عهد نظام بن علي الأكثر والأقل، وله صور حتى معهم في مؤتمراتهم وغيرهم في اجتماعاتهم. نعم. ولكن بالنسبة للحوار أو إدارة حوار أو الاتصال أو محاولة خلق هذا الحوار، الأستاذ عبد الرؤوف العايدي دعا إلى أن تكون هناك لجنة من المجلس الوطني التأسيسي تشترك فيها كل الحساسيات السياسية وكل الفرقاء السياسيين، ويكون الهدف منها هو حقن دماء التونسيين. حتى نختم، محاضرة نظرية، استهزاء بالنواب، الوزير عوم الموضوع. هذا كان تعليقك سيادة بادي على وزير العدل، سيد وزير العدل البارح في جلسة استماع بالمجلس الوطني التأسيسي، في حديثه وقتها على مسألة كمال طيف وكيفاش كل الأحداث وكيفاش ما تمش جلبه أو عجزت الحكومة ولا السلطة عجزت عن أنها تجلبه. بالنسبة لكم قلتوا إذا استهزاء بالنواب وتعويم، وهذا كلام نظري ما قاله سيد الوزير، هل فما ركن مظلم في القضية؟ القضية كلها مظلمة. السيد الوزير لم يرد الإجابة، وبالفعل استعاض عن الإجابة الواضحة الدقيقة والصريحة بمحاضرة نظرية تتعلق ببطاقة الجلب وكيف نعم. تعطر بطاقة الجلب إلى آخره. هذا الموضوع يبقى بطبيعة الحال موضوع لغز، موضوع سر تتحمل فيه المسؤولية بطبيعة الحال الحكومة. في الآخر أنه معناها قاضي التحقيق معناها قاضي التحقيق تراجع عن باعتبار وأنه ربما الشخص المعني تعهد بالحضور لديه. نعم، وهذا ما يؤكد لنا أن هناك أسرار في هذا الموضوع، وأن هناك أطراف وراء هذا الموضوع. بالنسبة لكم ما هو الركن المظلم؟ بالنسبة لنا تتحمل الحكومة الحالية المسؤولية في أن تجعل مواطنون درجة أولى ومواطنون درجة ثانية، أن تتعامل الحكومة الحالية في تطبيق القانون بالليونة والسهولة والمرونة مع هذا، وأن تتشدد مع ذاك. نرى أن هناك أطراف متورطة في هذا الموضوع، متورطة في هذا الملف، قد تخشى على نفسها حضور السيد كمال طيف إلى المحاكمة والاستماع إلى أقواله، تجعل الموضوع معوم كما قام بذلك السيد وزير العدل، ولكن أيضا تجعل منه بالفعل الرجل الذي يكون فوق الدولة وفوق المؤسسات وفوق القانون. شكرا سيد زدبادي، شكرا جزيلا نائب مجلس الوطني التأسيسي عن حركة وفاء وعضو الائتلاف النيابي سيادة الشعب. شكرا لكم على حضوركم معنا، بارك الله فيك. معنا يمكن لكم التعليق 71 113 سنستمع إليكم في ربع ساعة الأخير وبعد لحظات فقط تبقوا معنا. مع تونيزيانا تمتع بأحسن كلي 3G على أقوى غيزو 3G. أكثر معلومات على dunialife.com. مع تونيزيانا انت الأولى.